ستوري تايم لحاجات أدركتها بعد الجواز، وبتفرق جدا لما حد يسألك هو الجواز حلو ولا لأ. استمرارية العلاقة معتمدة على المجهود والرغبة اللي لازم يكونوا مبذولين أكتر من الراجل. إحنا كائنات جذب مستقبلة، دورها الرعاية زي الزرع كده. فأنتي محتاجة إن يتعب عشانك، محتاجة إن الراجل يسعى ويشقى ويتعب علشان بس إنه يوصلك ويتجوزك أو يصرف عليكي. أنا بسأل أوقات بنات كتير حواليا، ليه تكملي في خطوبة أو طريق من البداية أنتي مش واخدة فيه قيمتك؟ ما تبقاش كل حاجة في الدنيا مقيماكي صح وأنتي بنفسك تخلي قيمتك في الأرض. مش معنى إن أنتي معتمدة على نفسك في كل حاجة وبتعرفي تعملي كل حاجة لوحدك إن أنتي تفضلي مكملة كده في الجواز بتعملي كل حاجة وحدك فعلا. خليه يشاركك، خليه يشاركك حتى لو هيعك الدنيا، حتى لو هيبهدلك كل المطبخ في سبيل المساعدة البسيطة دي. لأنك لو قررتي إنك تجنبيه من كل حاجة عشان أنت تريحي نفسك وتريحي دماغك، هترجعي تندمي بعدين وتقولي هو ليه مش بيساعدني في أي حاجة، والحاجة اللي كانت سهلة بالنسبة لك إن أنت تعمليها دلوقتي مع العمر يمكن صحتك ما تساعدكيش إنك تكوني بتعمليها دايما. فأرجوكي ما تقوميش بأدوار مش دورك، لا تشيلي حاجات تقيلة، ولا تشوفي شغل السباكة، ولا تطلعي تركبي لمبة. خليه يتعود دايما إن في حاجات هي دوره ما هياش دورك. لو بتشتكي إن الراجل دايما مش فاهمك أو إنك مش مبسوطة كفاية ومتوقعة منه إنه يعرف لوحده ويبسطك، طب قوليلي إزاي؟ إذا كان أنتي أوقات ما بتبقيش عارفة إيه الحاجة اللي بتبسطك أنتي بالظبط. اعرفي نفسك واكتبي الأمور اللي بتفرحك وشاركيه بيها عشان يبقى عارف اللغة اللي بتوصلك أنتي الحب. أنتي بتحبي إن أنتوا تقضوا وقت أطول سوا؟ هل أنتي بتشوفي إن هو بيحبك وبيفرحك أكتر لما بيساعدك في البيت؟ هل أنتي بتحتاجي بس حضن خلال اليوم ولا بتحبي الهدايا؟ لأنك لو ما قلتيش هيعمل حاجات كتير وهو فاكر إنها هتبسطك، وأنتي عشان ما تكسفيهوش هتاخديها أو هتبقي مش مبسوطة. ولو مشكلتكم الزهق دايما في علاقتكم،